أول مرة هتكون معانا صاحبة روشتة الcoach live وهناخد منها روشتات عن العلاقة الزوجية، أخبار حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، كله ازيك يا عبد تمام؟ الله؟ الحمد لله بخير. هي العلاقات الزوجية عاملة قلق ليه؟ لأ، هي عاملة قلق ده جدًا. ده ده مش ده مشاكل، إيه أهم أسباب الخلافات الزوجية؟ بُص، أنا هاقول لك من واقع الجلسات، اللي تمام، أنا باشوفه جوّه الجلسات مع السيدات، فبدأت أكوّن كده شوية أسباب عاملين لنا قلق، هم دول اللي عاملين لنا قلق. حلو، أولهم الاختلاف القوي بين أفكار الأزواج. قد تبدو الفكرة دي يعني إيه يعني نختلف؟ ما إحنا أصلًا متربيين على فكرة إن الأزواج خلّيهم يبقوا مختلفين عشان يكمّلوا بعض. إحنا بنتفاجئ بقى إن إحنا ما بنكمّلش بعض، إحنا بنبقى كده. إحنا الاختلاف القوي بيخلّي كل واحد مننا في طريق، فبنوصل لحتّة مش كويسة. الاختلاف في الأفكار مش مجرّد اختلاف سطحي كده، اللي هو أنت بتحب الشتا وأنا باحب الصيف، لأ، الموضوع أعمق من كده. فأول سبب من أسباب المشاكل الزوجية اللي بتوصل لحد الطلاق، الاختلاف في طريقة التفكير. يعني الأسطورة بتاعة أنت عصبي فخُد واحدة هادية ده ما نعملوش تاني؟ ما نعملوش تاني وما تبقوش أنتم الاتنين عصبيين أصلًا وما تبقوش أنتم الاتنين هاديين أوي أصلًا، يعني في حِتَت كده عايزين نوصل لها وهنتكلم فيها. خلّيني أقول لك الأفكار بتعمل إيه في البني آدم أصلًا، يعني إحنا ليه بنقول أفكارك تساوي حياتك؟ الفكرة دي البسيطة خالص دي تساوي حياتي معقول؟ آه، لإنه الفكرة بتجيب لك شعور، والشعور بيخلّيك تعمل سلوك، والسلوك ده هو اللي متشاف. أنا باشوف من الpartner اللي معايا سلوكياته، الحاجة المادية اللي أنا عارفة أشوفها بعيني إن هو بيعمل كذا، فأنا هو كذا ده اللي مضايقني، أنا قضيتي مش في فكّر إزاي ولا حَس بإيه، أنا ما أعرفوش، ده جزء hidden أنا طرف تاني ما أعرفوش. فأفكارك بتساوي حياتك، لإن فكرتك بتولد عندك شعور بتخلّيك تعمل سلوك. فتلاقي الست النهارده قاعدة مع جوزها في أمان الله، مرّة واحدة قلبت عليه تمامًا. أنت بتعرف واحدة عليَّ، طب ادّيني الموبايل، طب قُل لي الpassword، طب ليه مداري الموبايل؟ إيه اللي حصل؟ هو في process كده حصلت جوّه دماغها خلّتها تعمل السلوك ده. إيه هو اللي حصل؟ جات لها فكرة إنه مش يمكن بيمسك الموبايل كتير عشان بيكلم واحدة، فالفكرة جابت لها شعور بالغضب والغيرة، فبدأت تاخد سلوك اللي هو الإيه، الخناق، وادّيني موبايلك وكذا، 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 وييجوا الاتنين متخانقين والدنيا بايظة علشان فكرة بدأت. فالأفكار بتساوي الحياة، فلمّا أجيب أنا 2 أفكارهم مختلفة تمامًا عن بعض وأقعدهم في بيت واحد وأقول لهم أنتم هتكمّلوا 30، 40 سَنة مع بعض حياتكم وهتجيبوا لنا أولاد وضيوف جداد للمجتمع وهُم أصلًا يمين وشمال، أبقى أنا باظلم أسرة كاملة. إمم، يعني المشكلة دايمًا هترجع للأفكار في الأول. الأفكار أهم جزء في يعني هي القاعدة الأساسية في الزواج. طب إيه بقى اللي بيبني أفكار الإنسان عمومًا، سواء راجل حلو. أو ست، أنا بابنيها حلو أفكاري أوي، منين؟ حلو أوي وسؤال عميق أوي، لإنه ممكن مش كل الناس تفهم يعني إيه كلمة فكرة أصلًا. الفكرة اللي هي بتيجي لي تقول لي هاعمل كذا أو حاسس بكذا أو تخلّيك تحس بكذا عفوًا. اللي بيبني الأفكار دي حاجتين، الأسلوب التربوي، طريقة التربية الإنسان اتربى بيها، والحاجة التانية النمط بتاع الشخصية. الأسلوب التربوي خلّي بالك ده مهم جدًا، ده مهم جدًا، 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 ده كل مشاكل الأزواج بسبب الأساليب التربوية المختلفة. أنا اتربيت بطريقة وجوزي اتربى بطريقة، أنا غصب عني شايفة إن ده الصح، هو غصب عنه شايف إن ده الصح، فكل واحد فينا مش عارف يفهم التاني شايف الدنيا من منظور عامل إزاي، فاهم قصدي؟ إمم. التربية إحنا بنربي إيه في ولادنا؟ بنربي قيم ومبادئ، صح والّا لأ؟ صحيح. فالقيم والمبادئ دول بيتنسجوا في البني آدم، بيدخلوا في نسيج البني آدم. مش بس من المعلومات اللي باقولها له، كمان أنا باعمل إيه قدّامه. بالضبط، إمم. بالضبط، التربية يعني أنا باعمل إيه فهو بيعمل زيي، مش بالكلام بس، تمام، فحتى يعلمونا قالوا لنا إيه، التعليم في الصغر كالنقش على على الحجر. الحجر، صح والّا لأ؟ صحيح. مش بس في القرآن، مش بس في التعليم ال الأكاديمي، لأ، هو كمان في القيم اللي أنت اتربيت عليها. البني آدم لمّا بتتنسج فيه قيم ومبادئ معيّنة بيتربى عليها، القيم والمبادئ دي هي اللي بتولد له أصلًا الأفكار. يعني أنا لمّا أتربى على طريقة إنه أنا إذا واجهتني مشكلة أنا لازم أحلها، فأنا اتربيت على المواجهة، إمم. تمام؟ فبتيجي لي طول الوقت أفكار related بالمواجهة، يعني طول الوقت أنا عايزة أقعد أنا وجوزي ونحل،
طول الوقت أنا عايزة أجيب ولادي وأقول لهم ليه نقصت في الإكزام ده، طب إيه اللي واجهك في الامتحان عشان طول الوقت دماغي متبرمجة على مواجهة المشكلة، ليه؟ أسلوب تربوي، أنا إمم، اتربيت بالشكل ده، فاهم الفكرة؟ تمام. التربية أول حاجة بتخلّي الإنسان أفكاره هي المتحكمة في أفكاره، الحاجة التانية نمطه، إحنا ممكن نبقى أخوات، إحنا مثلًا 4 أخوات، ربنا يبارك يا رب، يا رب. مختلفين في حاجات ومتفقين في حاجات أكبر، متفقين في القيم والمبادئ ومختلفين في أنماط الشخصية، تلاقي حد فينا كده هادي وفي حاله، وتلاقي إحنا 2 بالمناسبة، إمم. 2 هاديين كده وعلى الهادي و2 social وكلام زي كده، ففي حاجات related بأنماط الشخصية وفي حاجات related بإيه، بالأسلوب التربوي. على حسب برضه الexperience اللي خدها في حياته. بالضبط، ما هو الexperience دي بتزوّد الحاجتين خلي بالك، إمم. يعني أنت طلعت أصلًا عندك حتّة أنت عايز تواجه، تمام، فلمّا بتتعلّم حاجات في الحياة بتأكد لك الفكرة دي، أنا إمم. لازم فعلًا أواجه، وأنت مثلًا نمط شخصيتك قيادي أو اجتماعي، فبتقابلك حاجات في حياتك تزوّد النمط ده، فهمت الفكرة؟ فالأفكار المتحكم فيها ببساطة الأسلوب التربوي ونمط الشخصية. حلو. طب لو حصل مشكلة بقى، بناءً على أنماط الشخصية المختلف ما بيني وما بينها مثلًا، إمم. فإزاي نوصّل لبعض علشان إزاي نساعد بعض إن إحنا نحل المشكلة دي؟ فأنا إزاي أوصّل لها إحساس اللي أنا متربي عليه، وهي إزاي أفهم اللي هي متربية عليه، عشان إحنا الاتنين نوصل لحتة الequilibrium إن إحنا نحل بالضبط. الإشكالية دي. حلو أوي، حلو أوي. عارف لو إحنا فكّرنا أصلًا بالطريقة دي، إحنا مش هيبقى عندنا مشاكل. يعني لو إحنا أصلًا على حسب مين اللي متعصب التاني الأول أكتر عامةً يعني إحنا لو تبنينا الفكرة إزاي نوصل لبعض، إحنا مش هيبقى عندنا المشاكل بالشكل ده. لكن للأسف إحنا متبنيين فكرة إيه، accept me as I am. اقبلني زي ما أنا، آه. أنا كده، أنا كده وأنا صح، اقبلني زي ما أنا. ليه أقبلك زي ما أنت؟ منطقي صحيح، ليه ليه؟ فعلًا؟ بجد ليه؟ يعني محتاجين نعرف ليه البني آدم مضطر يتقبّل البني آدم اللي زيه زي ما هو، عشان ليه؟ يا إما أنا أبقى مقتنع إن أنا هالاقي واحدة تانية دي الصفات اللي أنا عايزها فيها 100% perfect زي ما أنا، وهي برضه تبقى مقتنعة حاجة دي والاتنين عبث عامةً. ما بالضبط. أظنش الاتنين ده هيحصل، ده مستحيل. بالضبط. لكن القبول أصلًا أو اللا مشروط أنت بتلاقيه عند بابا وماما بس، بس. إمم. آخر مرّة حد هيقبلك في حياتك من غير أي شروط بابا وماما، وخلّي بالك بابا وماما من التراث القديم اللي هم كانوا بيربونا من 40 سَنة و30 سَنة، إحنا النهارده كبابا وماما أجيال مختلفة، لأ إحنا بنحب أولادنا حُب لا مشروط، طبعًا، إمم. ولكن مسألة القبول دي أنا بيقعد قدّامي أمهات في الجلسات تقول لي صوته بقى يعصّبني، ابنها، إمم. ابنها أو ال بقيت أعدّي من على باب أوضتها أتعصّب، بنتها، حتّة منها، عارف يعني إيه إمم. العلاقة دي؟ ومع ذلك هي عايزاها perfect في كل حاجة as her يعني أو زيها. مش بس كده، لأ أو مش المقصود بيها إن أنا عايزاها perfect أو عايزاه perfect، أقصد أقول لك إن السلوك المُزعج بيزعج حتى الأم من ابنها وحقها، فاهم الفكرة؟ إمم. فأنا بقى النهارده مش مامتك، عايزني أنا كزوجتك أتقبّلك زي ما أنت أو العكس، أنا مش باباكِ، فأنتِ يا سِت البنات كلّهم عايزة الراجل اللي معاكِ ده يتقبّلِك زي ما أنتِ، ليه؟ ما فيش يا جماعة مُبرر لده. أنت عايز تعيش في المجتمع، اشتغل على نفسك، اتعب، ابذل مجهود، عايز الناس تتقبّلك في شغل، في زواج، في حياة اجتماعية، في أصدقاء، أيًا كان، اشتغل على نفسك، ابذل مجهود، إنما accept me لأ، مش هاaccept you معلش، هاشوف غيرك شغّال على نفسه وهاacceptك أنت ليه؟ شغال على نفسه من أنهي اتجاه بالضبط؟ إن أنا أبني صفات داخلية تخلّيني أقدر أعمل balance ما بين التعامل مع كل الناس، والّا أشتغل على نفسي في أنهي جزئية؟ اشتغل على نفسي في إن أنا أكون متزن نفسيًا، إمم. أفكار، تاني باعيد لك أفكار، أفكاري تعتدل، تتزن، إحنا كلنا إذا وصلنا للاعتدال، الاتزان، المنطقة الرمادية اللي الناس بتقلق منها بالمناسبة، لأ المنطقة الرمادية مش كده، لأ المنطقة الرمادية المقصود بيها هنا الحتة اللي في النُص، إحنا محتاجين نوصل للحتة اللي في النُص، إحنا ما بنوصلهاش ليه؟ عشان كل واحد متحجّر بأفكاره. فبالتالي إحنا مش عارفين نوصل لحلول وسط. طب إيه أكتر حاجة المهم إن الأزواج أو لمّا أي اتنين مع بعض في relation يتفقوا عليها فعشان يحلوا الحاجات شبه دي؟ أكتر حاجة مهمة لأي اتنين بيبنوا relation مع بعض وبالأخص الأزواج وإن كان ده موضوعنا الأساسي، طريقة حل المشكلات. شوف، إحنا طول ما إحنا ما عندناش مشكلة، إحنا حبايب،
صح والّا لأ؟ صحيح. وبenjoy بقى وبنسافر وبنخرج ويالّا ناكل ويالّا نشرب، الدنيا جميلة. تعالَ بقى الصدام بييجي فين؟ أول ما يحصل وقت مشكلة. المشاكل. أيوه. إحنا تاني نرجع، أنا جاية من بيئة بتحِل، يالّا نشمّر إيدينا ونشوف الحل فين، وأنت جاي من بيئة بتignore، إمم. فإحنا جينا النهارده عندنا مشكلة، إحنا أول مرّة بقى يقابلنا مشكلة في حياتنا، فييجي كل واحد حسب الbackground بتاعته اللي اتربى عليها يحِل بطريقته، فيالّا بينا نواجه، فيالّا بينا نحِل، فالطرف التاني اللي ما اتعودش على المواجهة والحل يحس إن الطرف ده بيعمل إيه، أنت over ليه كده بقى؟ ما خلاص بقى، ما عادي، في إيه يعني؟ فاهم؟ ويبدأ من هنا الصدام. فلو أنت قُلت لي أهم حاجة لازم يتّفقوا عليها الأزواج هي طريقتهم لحل المشكلات، يعني مش لازم نتّفق إن إحنا الاتنين بنحب السوشي، مش لازم نتّفق إن إحنا الاتنين كائنات شتوية، لأ، لا، 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 لأ، أنت أول صدام هيقابلك وأنتم بتحلّوا مشكلة مع بعض. إمم. هنا بيبان الpartner الحقيقي بقى، كل واحد بيبان بقى بجد، فإذا إحنا اتفقنا على طريقة نحل بيها مشكلاتنا، إحنا كده هنمشي حياة متزنة، خلّي بالك إذا اتفقنا أهم بكتير من إذا كنا بنحب بعض، إمم. يعني بنحب بعض بقى لنا 50 سنة، ما بنحب بعض من وإحنا عيال في ابتدائي، والنهارده متجوزين وعندنا أولاد وكلام زي كده، بس لحد النهارده مش عارفين نقعد على ترابيزة واحدة نحل مشكلة من جذورها. علاقة يعني عارف اللي هي إيه، ما باحبش كلمة toxic بس هي علاقة لطيفة وفيها جوانب لطيفة، بس من الناحية التانية مش ثابتة، إمم. فاهم الفكرة؟ فتخيل بقى بس تكمّل عشان الحب بيشفع، لكن في علاقات بقى بتبقى ولا ده ولا ده، ما فيش مشاعر وما فيش طرق بنحل فيها، فما فيش داعي ما خالص، فيش داعي أصلًا إن إحنا نقعد. ما فيش داعي نقعد هنا. طب إيه تاني ممكن يكون من أسباب الخلافات الزوجية، غير إن أنا أوصل لطريقة حل مشكلة أو المشكلات بس؟ الخلافات الزوجية من أسبابها وبرضه من اللي باشوفها احتياجات غير ملبّاة، احتياجات غير ملبّاة شيء مؤلم لأي بني آدم على وش الأرض، وأنا مش باتكلّم على فكرة هنا بصوت الستات بس، أنا باتكلّم بصوت الستات لإن دول اللي باقابلهم، أنا باشتغل مع السيدات بس، إمم. قليل لمّا بييجي لي couples الاتنين هُم ب2 قدّامي، ولكن أنا باشتغل مع السيدات فأنا باقول لك بصوت السيدات، الاحتياجات الغير ملبّاة بتعمل كوارث، بتعمل كوارث بجد. يعني إيه واحدة تفضل متجوّزة 20 سَنة عندها احتياجات هي أصلًا فهمتها بعد 10 سنين، فاهم الفكرة؟ فقعدت 10 سنين تانيين مستنية إنها احتياجاتها دي تُلبّى وفي الآخر نعرف هُم اتطلّقوا فجأة ليه. طب بما إني هاتكلم من ناحيتنا إحنا بقى، حضرتك اتكلمتِ من ناحية السيدات وأنا ماشي هاتكلم من ناحيتنا إحنا خالص. موافقة. أنا دلوقتي حضرتك بتقولي في احتياجات غير ملباة هي نفسها ما كانتش عارفاها، صح؟ إمم. أنا أصلًا أعرفها منين؟ ما أنا مش واخد كورس علم الغيب. أولًا هو مش علم غيب، ماشي. هو أنت محتاج أو أي راجل محتاج يؤهَّل لأدواره. خلّيني أقول لك على حاجة الإنسان تركيبة معقدة وربنا اللي قال كده، وكان الإنسان أكتر شيء جدلًا، صحيح. خلّينا متفقين، ولكن سبحان الله إن الإنسان برضه هيّن ليّن قريب، إذا ادّيت له حاجات بسيطة بيبدأ الأمور تبقى كويسة، طب الحاجات البسيطة دي أنت هتعرفها منين؟ لمّا تعرف أدوارك، خلّيني أقول لك وأوعدك إذا الراجل عرف أدواره صح ومارسها وعملها وقام بيها في العلاقة دي، أنا باوعدك بعلاقة متزنة 100%. فيها مشاكل فيها مشاكل بسيطة، بس إحنا هنا قاعدين القعدة دي عشان نتكلم عن المشاكل اللي بتودينا نمشي من حياة بعض، أوكي. صح والّا لأ؟ صح. ف فخلّيني أقول لك الأدوار، أنت محتاج تذاكر أدوارك، إيه خلّيني أنا بقى أسألك، إيه هي أدوار الراجل في العلاقة؟ أدوار الراجل في العلاقة هو، طب أقول اللي أنا مقتنع بيه والّا أقول الإجابة اللي إحنا عايزين نقولها؟ لا، لأ، قُل اللي أنت مقتنع بيه. طيب، المقتنع بيه هو المسؤول، هو اللي قادر يلبي كل احتياجات الأسرة سواء كزوجة لوحدها أو كأولاد. طيب، يعني إمم، كل الاحتياجات بقى أيًا كان هي إيه، أو مدى صعوبتها أو مدى سهولتها. طيب لإن في يعني أحيانًا باحتياجات كده بسيطة بس مش بنبقى عارفينها، بس اللي أنا برضه شايفه إن شرط أنا أكون عارف. يعني ممكن بالنسبة لي اللي هي محتاجاه ده مش احتياج، أو أنا مش فاهم إن ده احتياج أو هي عايزة حاجة شبه دي، فما أعملهاش. طيب إلا إذا الراجل أنا أنت قُلت جملتين حلوين، قُلت إنه يكون مسؤول، مسؤول، وهنا المسؤولية
مش مسؤولية مادية بس، طبعًا، تمام؟ في كل حاجة. فالراجل الرجال قوامون على النساء، نساء، صح والّا لأ؟ صحيح، الراجل بقى حبيبنا الشرقي الجميل ده خَد القوامة هبة ولكنها تكليف. طبعًا. يعني أنا بييجي عليّا أوقات كده أنا عندي ولدين، والله العظيم بيصعبوا عليّا، يقولوا لي: "يا حبايبي ده أنتم وراكم يا لهوي! ده وراكم حاجات كتيرة أوي يا عيني." يعني من كتر ما أنا مؤمنة يعني إيه راجل ليه قوامة، أنت عارف يعني إيه؟ يعني ده أنت هتتضبّط، ده أنت هتتروّق، إمم. لإن أنت هنا أنت مُكلّف يا باشا، أنت ما خدتش القوامة هبة، صلاحيات بس، لأ، هنا أنت عليك تكليف إن أنت تبقى راجل عارف يقود البيت ده. عارف يحتوي البيت ده ماديًا ومعنويًا ونفسيًا، أنت راجل عارف دورك في إن أنت تربّي، لمّا أنت خلّفت بقى خلاص إحنا انتقلنا لمرحلة تانية وبقى عندنا ناس تانية، فإذا أنت عرفت أدوارك الحقيقية من احتواء، من دعم، من مشاركة، من قيادة، من توجيه إذا أنت كراجل قُمت بالأدوار دي، لأ، أنا باوعدك إن أنت هتلاقي سِت. لإن إحنا أصلًا مشاكلنا كلّها بسبب إيه؟ تبديل الكراسي، إحنا مبدّلين الأدوار، فالنهارده السِت بتقوم بأدوار الراجل، كارثة. strong independent وكده. ما هي اضطرِّت تبقى strong independent. يعني هو اضطرِّت والّا trend؟ لأ، هي مش trend، خلّي بالك السِت القوية أكتر سِت تعبانة في الحياة، باكلّمك من واقع. ما هو منطقي يعني. يعني ليه بقى؟ لإن أنا طول الوقت حاطّة نَفْسي في frame القوة، إمم. فأنا باتعب من القوة. فهي اللي بتضطر هي تشيل المسؤولية، بالضبط، أو بتحُط نَفْسها في الموضع اللي أنا اللي هاشيل، ما هو أنت ما عندكش حل تاني، فبتبدأ ما تطلبش. ما هو أنت ما بتعملش. آه. فالاهتمام ما بيطلبش، بالضبط. فمالِك ما فيش أيوه. فبندخل بقى في الcycle دي، لإنه أحيانًا الست بتبقى أطلب منِّك إيه؟ أطلب منِّك basics حياة؟ ما ينفعش. طب خلّينا نقول إنه الست يالّا بينا هي more active وبتروح وبتقول وبتحل ويالّا وبتقول، وما فيش استجابة، ليه؟ هي فكرة في بتقول دي، لإن يعني اللي أنا لاحظته إن ما بنقولش والمفروض يبقى في استجابة، فدي في حد ذاتها مشكلة. لأ، ما هو لازم يبقى في تواصل فعّال، أوكي، ماشي. لكن فكرة مالِك ما فيش 5 أيام أنا دي باfight من أجلنا عامةً fight مبدئيًا، أوكي، أنا ماشي. موافقة ما فيش مشكلة، بس أنا كمان ضد مبدأ مالِك ما فيش، لأ ما فيش حاجة اسمها كده، مالِك ما فيش خلّيها ما لهاش، عادي ما عندكش مشكلة أنت، لكن إحنا بنتكلم هنا إذا الأمور متزنة، وأنا واحدة باقول لك أدوارك 1، 2، 3 إذا أنت أصلًا جاي لي مش جاهز بيها، فأنا سِت داعمة زيادة عن اللزوم وباوضّحها لك، فأنت كراجل المفروض تلتزم بيها بقى، وهنا نقدر نقول إن الحاجات هتُلبّى. فالموضوع بيتلخّص في إن أنا كراجل أعرف أدواري إيه، وإذا الأدوار تمِّت بشكل متّزن، لا، 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 لأ، لازم الحياة تمشي سَلِسة، لازم الحياة تبقى كويسة، حتى وفيها بعض المشاكل، بس الحياة بتمشي. طب وهل كل المشاكل اللي في العلاقات أو هل كل العلاقات مهمًا كنا وصلنا فيها لمشاكل ينفع تتصلّح؟ والّا في حد معيّن كده لو وصلنا له ما فخلاص باحبش أجاوب لازم على السؤال ده والله، لازم بس تنتهي؟ هاجاوب عليه. ما كناش شُفنا العلاقات بتنتهي. بالضبط كده، أنا ما باحبش أجاوب عليه عشان الجملة اللي أنت قُلتها دي، لإن أنا إجابتي باخاف أوي إنها الناس تفهمها إنه يالّا ننهي إن علاقات. هو ده الحد اللي أنا المفروض لأ. الدكتورة قالت عليه، أو ده الحد بالضبط، بالنسبة يالّا لنا، بقى فيالّا إيه، بينا خلاص يالّا شكرًا. نمشي، لأ، عايزة لأ، لأ، عايزة محلل كده، أنا عايز حد بالضبط يشاور لي كده، إن أنا ماشية أنا غلط. والله العظيم بييجي لي ستات في الجلسات يا عيني هي عايزة تمشي، مش قادرة تقعد في العلاقة دي تاني، بس نِفْسها بس حد يفتح لها الباب، فاهم؟ الحلاوة بتمشي. مش قادرة، استنزفت، تمام؟ إمم. ف فطبعًا أنا ما باحبش أرُد على السؤال ده عشان كده، ولكن هارُد عليه بشكل واضح ومختصر. هاسأل السؤال تاني، آه. هل كل العلاقات ينفع تتصلّح لأ، والّا عادي تفشل؟ لأ، مش كل العلاقات ينفع تتصلّح. لو عدّينا وقت كبير مع بعض فالمفروض إن إحنا فهمنا بعض كتير؟ ما هاقول لك في شرط علشان العلاقات أقدر أقول إنها ممكن تتصلّح، حتى لو بعد كتير هي دي النقطة بقى، لو إمم. بعد كتير دي بتقلل احتمالية إن إحنا نصلّح خلّي بالك، طب تمام، في نفس الوقت بتقلل احتمالية إن إحنا نمشي. مش أوي، مش أوي، لإنه هاقول لك على حاجة، الوقت ده هنتكلم عليه دلوقتي حالًا، لإن هو ده الشرط، الشرط إن أنا يكون عندي طرفين مستعدين.
مستعدين يكمّلوا والّا مستعدين يمشوا؟ لأ مستعدين يكمّلوا، ما هم بيمشوا هيمشوا بقى خلاص سلام، باي باي يا حبي بقى خلاص تمام، مشينا. تمام، لأ مستعدين يكمّلوا. حلو. الطرف في طرفين في العلاقة على فكرة مش دايمًا بيبقى السِت بس الأغلب، إن بتكون السِت هي اللي تم استنزافها في العلاقة دي، تمام، بسبب المجتمع الشرقي الجميل اللي ما بيعرفش الراجل أدواره إيه، تمام، بسبب التربية الغلط اللي ما بتعرفش الراجل أدواره إيه، تمام، يعني ف تنزل المرّة دي، معلش بقى ماشي، خلّيها عليك يا ماشي، دكتور، خلّيها عليك. طيب خلّينا نقول إنه لمّا بنوصل للحتّة دي إنه أنا عندي 2، عندي سِت استنزفت وعندي راجل بيignore ماشي. بإعجاب، الدنيا عنده جميلة. إحنا بنسميه راجل التلاجة. اللي هو الدنيا عنده حلوة كده وعنده صفاء ذهني وبينام في أول دقيقة بعد ما يدخل السرير، عارف الحياة دي؟ إمم. المهم ال2 partners دول لمّا بنقعّدهم ونقول لهم عندكم آخر استعداد تحلّوا، ففي واحد بيفوق ويقول لك أنا هاحل، أنا هاعمل كل حاجة. هنا بقى في طرف تاني ممكن يكون مش مستعد، عارف هو مش مستعد لإيه؟ استنى خلاص 100% مش مستعد إن هو يسمع منّه أي بالضبط، مُبرر، يا رب تبقى ملاك، مش عايز، لو بُكرة هتتغيّر. يا رب النهارده تبقى مُجسّد في شخصية عمر بن الخطاب، مش عايز، إمم. مش خلاص قفل، قفل. هنا عامل الوقت اللي إحنا ما بنعملوش حساب، أنا قاعد طَب بُكرة نصلّح، مش مشكلة يا سيدي هتروح فين؟ لا بتروح، لا إمم. بتمشي، اللي هو جرح بقى له سنين من غير خياطة. بالضبط كده، هي دي المشكلة، إن أنا باعدّي المشكلة ما باحلّهاش. إمم. فاهم، عدِّت، 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 هي ما بتعدّيش، هي بتكبر. طب ولو خلّينا هي نرُد السبب تاني في إن هي تعدّي دي، إيه؟ يعني لو البنت هي السبب في إن هي تعدّي، يعني لإن ما هي فيش لغة البنت تواصل ما بيننا، فأنا باحس إن أنا ممكن أكون أنا حسيت إن هي قلبِت مثلًا أو اتغيّرت، فأنا أكيد عملت حاجة، إمم. فسألت فلأ، ما فيش، ما هو أنت ما عملتش شكرًا. بُص، أنت ما دام سألت هو أنتِ زعلانة من كذا؟ هو أنتِ زعلانة من كذا؟ ما أنت عارف إن في حتّة كذا أنت عملتها، طب فاهم؟ ولو ما فيش؟ لأ، لو ما فيش يبقى هي ما عندهاش مُبرِّر، يبقى وقت لمّا تيجي تمشي هي غلطانة، ليه؟ لإن هي ما جاتش حطِّت ورقها على الترابيزة وقالت أنا عندي مشكلة من 1، 2، 3. لإن أنا برضه زي ما حضرتك بتقولي لو إحنا جينا الاتنين وقلنا لهم أنتم مستعدين تكمّلوا أو مستعدين تمشوا، فهو الراجل هو ممكن يكون وقتها اتفاجئ إن هي استُنزفت، لإن هو مثلًا ممكن يكون في نفس الوقت ده هو بيحاول على قد ما يقدر يوصل معاها لمنطقة تواصل، طب في إيه، طيب، فما فيش، ما هو ده غلط من مين؟ من الست اللي سكتت، لإن السكوت مش دايمًا حل. وبعدين موضوع الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، أبوس إيديكم يا ستات بطّلوا تعندوا، والله العظيم بجد الكلام ده انقرض، يعني الله خلّي بالِك أنا أمي الله يرحمها كانت شمعة تحترق من أجل الآخرين، وأنا يعني أنا باحب أمي حُب ما يتوصفش، يعني وعلاقتي أنا وماما الله يرحمها كانت علاقة بس عشان باعات في الحتّة دي. ماشي. المهم يعني ومع ذلك أنا قررت إنه أنا مش هاعيش كده، مش هاعرف أعيش كده، إمم. أنا هابقى مختلفة، أنا مش هاعرف أعيش كده، مش هاعرف أبقى أحترق من أجل الآخرين حتى لو كانوا الآخرين دول ولادي وجوزي وأخواتي وحبايبي وأقرب الناس لقلبي، مش هاعرف أحترق من أجل حد. فالست اللي بتفضل ساكتة بتبقى عندها حاجة من الاتنين، يا هي عايشة بattitude وmentality أسكت عشان المركب تعيش، ودي ما بتطلقش، هي بتفضل كده عادي، بتفضل عايشة كده لحد أمّا تحترق نفسيًا وبدنيًا وتموت وما حدش حاسس بيها، إمم. أصلًا خلّي بالك دي ما بتمشيش. والنوع التاني اللي ما بيتكلمش عشان ما فيش أمل، ما فيش رجا، فأسكت أحسن. فدي أول حد ممكن ينهار. دي بقى بتفاجئك، آه. دي بقى سِت بتعمل مفاجآت كلنا ما بنصدقهاش. في نوع تالت بقى في المياعة، اللي هو مالِك ما فيش، أنا ما باحبوش خلّي بالك النوع ده أبدًا من الستات، فتفضل كده وبعدين تيجي تقول أنا عايزة أمشي، هي بقى هنا مش عايزة تمشي وما بتمشيش، هي بتهدد. إمم. فاهم، هي بتلعب لعبة كده اللي هو إيه، أنت بعدت عني شوية فأنا باجيبك، فاهم الفكرة؟ أيوه. فخلّينا نرُد على السؤال ده تاني بشكل واضح وصريح، كل العلاقات ينفع تتصلّح والّا لأ؟ فأنا باقول لك لأ، إلا في حالة شرطين، الشرط الأول إن الطرف اللي قاعد يقرر يصلّح، الطرف التاني اللي استُنزف في العلاقة دي يكون عنده استعداد إن هو يستقبل من الطرف التاني وباختم الحتّة دي بإنه لو سمحت ما تلعبش بالوقت. ما الوقت تستناش، الوقت خلّي بالك مُميت. زي اللي بيقولوها ما يعني تسيبش النار تاكل كل حاجة لأ وترجع بُكرة بالضبط، تطفي. بالضبط. إحنا بعض المشاكل بتتحل بالوقت، خلّي بالك.
يعني الجرح بيلم لوحده مع الوقت كده وأنت بتساعد وبتدعم بس حاجات. لو بسيط. وفي حاجات الوقت بياكل فيها، الوقت بيبقى زي النار والعياذ بالله اللي بتاكل فيها زي المشاعر، إذا بردت مشاعرك ما بتعرفش ترجع للبني آدم ده تاني، إذا ماتت مشاعرك ما بتعرفش تعيش معاه تاني. فالوقت خلّي بالك من الوقت، عارف جملة الوقت مش في صالحنا؟ الوقت مش في صالحنا في العلاقات الزوجية الوقت مش في صالحنا، فالحق أمورك أول بأول علشان أنت النهارده وأنت بتحل أحسن من بُكرة، أحسن من بعده، فلو ما حليتش امبارح مش مشكلة الحق النهارده. يعني إحنا يعني أظن الوقت ما كفّاش الكلام اللي إحنا الكتير اللي إحنا الموضوع عايزين عميق نقوله. صح؟ أنا حاسس إن إحنا محتاجين نعمل تاني كتير. تاني أوكي، يالّا بينا. شكرًا يا دكتور، وإن شاء الله نتقابل تاني أكيد في روشتة إن الكويس. شاء الله، شكرًا.